ضد 5 لعيبه لشباب الاهلي. مش كوره تاني، تصويبه حلوه ممتازه، لكن يا ولد العيب حلوه قوي قوي قوي، جميله من عادل تعربت. والصده احلى من حارس المرمى الحارس عادل فضعك. اخطر كوره في المباراه لحد الان عن طريق النصر، عن طريق لاعب عادل فضعك. هنا حارس المرمى يطلع الكوره ركنيه، تسديده حلوه قوي من عادل تعربت، لكن تمشي الى ركله ركنيه. هذه الركله ركنيه، وادي عادل فضعك حارس مرمى شباب الاهلي نطط كده عشان يبقى دايما جاهز لاي تيك اوف يعمله. ادي على طول الكره تاني عادل براسيه خطيره، والحارس تاني مره ممتاز عادل. هايل عادل فضعك يطلع الكروت الملونه، تمشي على طول الكره تاني عرضيه خطيره جدا. والهدف الاول، الهدف الاول النصر، لكن اعتقد في تسلل ام لا؟ هنشوف هل في تسلل ام لا. في تسلل فعلا، تسلل واضح جدا جدا، وحتى من مش من الزاويه دي، من الزاويه الثانيه كمان. شوف هنا على طول انطلاقه لصالح نادي النصر، وادي خط ال 18، وادي التسلل واضح جدا جدا هنا على اللاعب جابياديني. تسلل على جابياديني، هدف يلغى طبعا بداعي التسلل من قبل جابياديني. وادي الجهاز الفني لفريق. ركله ركنيه على طول ثانيه، ده عادل تعربت. عادل ركنيه على طول يلعبها بسرعه فريق نادي النصر، ثم الكروس باص العرض خطيره جدا. الهدف الاول، الهدف الاول اخيرا يسجل النصر، يسجل النصر هدف جميل 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 عن طريق سمير ماماسيفيتش. سمير ماماسيفيتش يسجل اول هدف اللقاء، يسجل اول هدف اللقاء لصالح فريق نادي النصر، فريق الافضل، الفريق اللي ضاغط في الثالثه بقى ثابته خلاص. الثالثه هدف، الكره الثالثه هدف، ضغط نصراوي واندفاع يعني هجومي مكثف لدى فريق نادي النصر، ويسجل سمير ماماسيفيتش اول هدف اللقاء بالنسبه للفريق الازرق، الفريق النصراوي. فريق اللي يبدا بدايه ممتازه، ويبدا في احلى بدايه، ويكتب احلى خط بقى، احلى سطور بدايه المباراه. شوف الكوره على طول تاني، وادي هنا سمير ماماسيفيتش اتلعبت الكوره، وتمركز دفاعي طبعا في اخطاء كبيره جدا لعيبه شباب الاهلي في اللقطه الاخيره. هنا هدف جميل جدا لصالح فريق نادي النصر. عادل تعربت عمل له كوره عرضيه حلوه قوي قوي جميله بالمقاس، وبالتالي سمير ماماسيفيتش يعلن عن اول هدف اللقاء لدى فريق نادي النصر في هذا المساء. شوف شباب الاهلي هل يسكت؟ هل هيظل هو متراجع للخلف ام لا؟ ادي على طول الكوره تاني، وادي رمي مرمى في الاخير، الكوره ياكل مرمى احمد جميل. العرضيه وحشه قوي، مش حلوه خالص من احمد جميل، مدافع الايمن، واحد ضمن 4 لعيبه مدافعين النهارده، مع بوجدان، مع رينان فيكتور، مع بدر ناصر. رباعي خط الدفاع بالنسبه لصالح شباب الاهلي في هذا اللقاء. ادي على طول ركله المرمى، وتروح الكوره الى رمي التماس. رمي التماس على طول ثاني اماميه، محاوله تصويب اعلام يا ولد. الله 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 الله، سعيد عزة الله، الله ينور عليك يا سعيد. هدف حلو جميل جميل جميل. سعيد عزة الله يتعادل الان سريعا لصالح شباب الاهلي بهدف روعه روعه روعه، ما اجمله الحقيقه. هدف جميل جميل جميل. سعيد عزة الله يسجل هدف رائع جدا 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 لصالح فريق نادي شباب الاهلي، يعني هدف التعادل يعود سريعا. سعيد عزة الله يسجل على طول هدف حلو جدا لشباب الاهلي. شوف الكرة، وادي يوري سيزر، وادي الكرة وجمالها، رونق جميل واداء جميل، والكرة محطوطة يا ولد، خدها من التماس، من التماس، لعيب لعيب لعيب، وراح مريح كرة على طول بهدف جميل جدا في مرمى فريق. تمشي على طول الكرة الثاني نصراوية، اللمسة في وسط الملعب، الانطلاقة مرة أخرى الثاني عادل تعربت يا ولد لعيب، عملها مرتين ثلاثة حلوة، جمهور متفاعل وتفاعل للمرة الثالثة. ادي عادل تعربت، عادل يلعب الكرة اقصى اليسار في الكرة الأخيرة دي جدا. عادل في 3 4 لعيبة، كرة ما حدش قدر ياخد الكرة منه، وادي الحضور الجماهيري بيأذن عادل تعربت، أكتر جبهة بيشتغل من خلالها. وادي على طول عادل تعربت، وركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة على طول لصالح فريق النصر. هلا ياخدها يسقطها. ادي على طول الكرة ملعوبة يا ولد بالمقاس، جميلة جدا، بالمقاس حلوة قوي من عادل، محطوطة جميلة الكرة، لكن إلى حارس المرمى، الحارس عادل فضعك، حارس المرمى عادل فضعك. كرة ملعوبة تاني من عادل تعربت. عادل تعربت يروح هو على طول للمدافع. عادل تعربت تمشي على طول أمامية، لا تاخد اللمسة، محطوطة كرة حلوة هنا. عملش كويس على فكرة يوري، لاعب رقم 10، عملش حلو برضه، من اللعيبة اللي بتأدي أداء كبير مع النصر في الثلث الأمامي. تمشي كرة تاني جوستافو، عاوز ياخد القرار التسديد جوستافو، سالم الكرة تاني برغش، اللمسة
حلوه ولد لعيب، جميله جميله. عدى كيفن هاتوا خد سريعه، وكيفن والثاني الهدف الثاني جابياديني، جول جابياديني يسجل الثاني للنصر. لكن كيفن لعيب، قلت له لعيب كبير، شوف عدى ازاي وعمل البصره العرضيه، والنصر يتقدم 2-1 في مرمى الشباب الاهلي. يتقدم النصر كلاكيت ثاني مره، يعني في وقت يعني سريع جدا، في وقت ممتاز بثلاث اربع لمسات سريعه. السيد يعني شرودر سعيد وفرحان طبعا بهدف الانطلاقه مره ثانيه. طول عادل تعربت واحمد جميل، عادل واحمد جميل يلعب الكره، عادل تعربت محطوط كره ثاني، راشد عمر الثالث، الهدف الثالث جابياديني اوفسايد، الهدف الثالث لكن جابياديني اوفسايد. لكن النصر بيصل بسهوله على مرمى دفاعات شباب الاهلي، النصر بيصل بسهوله ومرونه ورعونه في دفاعات فريق شباب الاهلي. ادي جابياديني لاعب في شوط المباراه الاول. الشوط الاول اعتقد يعني مفيش وقت ضايع كتير، شوط اول سريع، شوط اول في تحرك من قبل الفريقين. ودي الكوره فيها قرار، الكوره دي فيها قرار اداري، فيها طرد، فيها كارت احمر مباشر على طول عادل النقبي، فيها كارت احمر مباشر على طول لعادل النقبي. وادي القرار، ادي القرار على اللاعب رقم 13 اللاعب رينان فيكتور. شوف فيكتور دخل بعنف واضح جدا جدا. وادي الكره الجميله بتاع الهدف الجميل، واللاعب يعني سمير مامسيفيتش. وده الهدف الرابع بتاع سعيد عزت الله، هدف التعادل بالنسبه للشباب الاهلي. وده الهدف الثالث بقى الجميل يقطع الثاني النصر في هجمه خطيره فيها انفراد يا ولد العيب، شو حطها ازاي. عادل تعربت والجول عادل تعربت، يمشي عادل مرمى فاضي والتصويبه، لكن اوفسايد. في تسلل على فريق نادي النصر، تسلل على عادل تعربت. الحكم عامل الويتن دي. اللاعب يوري يلعب الكرة تاني في لمسة، محاولة تسديدة لكن تخبط في الدفاع الاهلاوي، وتروح الكرة تاني عزيز جنيف، تمشي كرة تاني على طول عن طريق ايجور مستني ايجور. النهارده مزاجه مش عالي قوي، مش في الفورمه بتاعته ايجور النهارده، لاعب ايجور جيسوس. ودي فرصة تسديد على طول تاني لكن تخبط، وهيشارك إيزاك. تبديلات للنصر الآن، هيخرج اللاعب يوري ويخرج عادل تعربت، يخرج يوري ويشارك إيزاك، ويشارك موسنداي. إذا مشاركة أيضا ماتيوس ليما على طول الكرة عادية خطيرة جدا. التعادل يأتي الآن، التعادل. مؤنس دبور يتعادل لصالح الشباب الاهلي. هتشوفوا لوكا، ادي الرأسية وادي التعادل بقى السريع، ادي التعادل السريع. يعود الشباب الاهلي، يعود شباب الاهلي 2-2. مش ممكن مباراة، مش ممكن هذا اللقاء. يسجل على طول مؤنس دبور، هدف جميل. اذا مؤنس دبور يسجل هدف التعادل على طول سريعا بالنسبه لصالح الاهلي. مؤنس دبور احد البدلاء، احد الاوراق البديله، احد الاوراق اللي موجوده في 10 ضد 11 الان. شوف الرأسيه موجوده، والهدف الثاني هدف التعادل لصالح شباب الاهلي. ممتازه مؤنس دبور، يتعادل شباب الاهلي عن طريق مؤنس دبور، عن طريق رأسيه جميله اقصى اليسار لحارس المرمى. تمشي اماميه الكره ثاني ملعوبه طويله، اوبا، والثالث عالمي اوفسايد. خساره، مش ممكن. فرصه خطيره، فرصه ممتازه. شوف الكره، لحظه لعب الكره، تسلل خط الغامي والفاتح يثبت لك حاله التسلل. شوف الكره، لكن فعلا تسلل. الحكم المساعد على طول يرفع الرايه، والتسلل حاضر والقرار حاضر. وادي هنا على طول المدرب شرودر كان عاوز يفرح طبعا. وادي الولد الشاب الصغير النصراوي بيشاور الحكم عشان يروح الفار، بيشاور له على الفار. 2-2 النصر 2 الشباب الاهلي 2. تحقق من هدف محتمل ام لا؟
هنشوف هل الكرة فيها تسلل ام لا، لكن الاستلامة وشفنا الخط الفاتح والخط الغامق وشفنا كل الجماهير بتطلب ان الحكم يروح للفار، ان الحكم عادل النقبي كله للفار، هيشيك مع الفار الهدف ام لا. انما هدف جميل، هدف عالمي حلو جدا. لو قرار صائب هيبقى المساعد ده 100 100، ولو قرار يعني في رجعه هنشوف حاله تسلل يتاكد منها هل في اوفسايد ام لا، بيشيك على تاكيد الهدف ام لا. السيد عادل النقبي اتكلم مع الحاله هل فيها شك، هل في هدف نصراوي ام لا. ادي المدرب السيد شرودر، ادي شرودر وادي عادل النقبي، والتاكد من حاله الاوفسايد ام لا على فريق نادي النصر. لكن استلامه حلوه وقرار جميل وهدف على طول هنا ايزاك، هدف ممتاز لايزاك على خط واحد لاين. هنشوف جول، هدف للنصر،